يعني ايه من اهل الشكليات؟ يعني تصوم وتصلي وتزكي وكل حاجه زي الفل، وبعدين تطلع بره الجامع تبقى حاجه تانية. لانك زي ما بيقولوا ربك رب ايه؟ قلوب، وانما الاعمال بالنيه ويعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. العبره اصلا يقول لك ايه؟ من علامات حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة، كان حاجة كده جميلة. ستنا عائشة ديت وسيدنا النبي مع بعض كانوا رمز كده، حاجة تدرس في كتب الحب والزوجية والأسرة والعلاقة الزوجية والبروتوكول والإتيكيت زي ما اللي بيقولوا عليه دلوقتي كل حاجة. ها؟ كيف حبي عندك يا عائشة؟ تقول هو معقود في القلب يا رسول الله. خد الكلمة سيدنا النبي وحطها عنده، خلاص اتخزنت. يخرج ويجي ولا كيف العقدة يا عائشة؟ شوف حلاوة سيدنا النبي. العقدة أخبارها إيه؟ لسه معقودة ولا مفكت؟ العقدة اللي هي إيه؟ عقدة حب سيدنا النبي معقودة زي ما هي، يعني الحب زي ما هو ولا قل؟ شوف الجمال بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الأمة كلها إن الموضوع مش بالشكل، الموضوع بالفعل. فأنت حضرتك واكل ميراث إخواتك، أبشر بجهنم بعيد. وطبعا هنفتح شوية بقى في الحتة دي، يعني اللي عنده أرض وحاجات زي كده وعنده إخوات، وخصوصا لو في بنات، يقول لك ما تديش للبت، هم عندهم العرف كده، ما تديش للبت إيه؟ في الطين، اديها فلوس بمزاج اهلك البعيد. ها؟ ترجمت حدود ربنا انت على حسب مزاجك. هو ربنا قال كده في توزيع الميراث؟ قال ما تدوهاش ارض وادوها فلوس؟ وبعدين يقول لك لا ده ما تاخدش هنا في العماره دي، تاخد في العماره الثانيه. ليه؟ لا انت تدوها شقه هنا وشقه في الحته الفلانيه، او اذا كانت الارض بعزقها. ليه؟ اديها ايراد هنا وايراد هنا وايراد هنا. ليه؟ علشان لما انا اخوها بقى اجبرها بعد كده ان انا اشتري منها برخص التراب، واجبرها انها تبيع لي وما تعرفش تبيع. تبقى انت كده وزعت ميراث وانت فاهم انك حجيت وصمت وصليت. لو قعدنا نضرب الامثله في كل مهنه وفي كل اسلوب هنطلع بقى. ومش عايز طبعا اخد في الدكاتره والمحامين واللي بيبيعوا القواضي واللي بيرتشم، وقول زمان كل المهن. العبره هنا بقى ايه؟ يجي رمضان يعمل ايه؟ الصلاه تعمل ايه؟ طب احنا صمنا رمضان عمل ايه؟ الحمد لله. عم الشيخ ايوه الحمد لله. عمل ايه رمضان؟ صليت. عملت ايه الصلاه؟ رحت العمره. عملت ايه العمره؟ قعدنا قلنا احاديث قدسيه وقلنا فيها من الحكم ومن من الامور اللي تقربنا من ربنا والمواعظ، وقلنا طب وبعدين سمعنا كلام طيب. الله يرضى عليك يا عم الشيخ، متشكرين قوي، وعقبال كل سنه وما تنسناش بدعواتك. ادعي لنا. طب وانت ما تدعي لنفسك يا حبيبي؟ انا ادعي لك. طب انت ما تدعي لنفسك؟ انا ادعي لك صح، بس انت تدعي لي وانا ادعي لك، بس امتى؟ فاهم يعني ايه تدعي لي؟ انا ادعي لك بايه؟ انت عايزني ادعي لك بايه؟ اي حد يقول كده عايزني ادعي له بايه؟ ها؟ بزار بالهدايه؟ طب ما تدعي لنفسك. انت جبتها منين دي؟ هو حرام ان انت تدعي لي؟ لا مش حرام. دعاء المرء لاخيه بظهر الغيب ايه؟ مستجاب ان شاء الله. والملك يرد عليه يقول له ايه؟ لك وله. ولكن الرقيه مش الرؤيه، الرقيه. امتى تفلح الرقيه؟ لما اجيب حد يرقيني ولا المرأة انا نفسي؟ انه الاولى؟ ليه؟ ما دخلش حاجه. لا هو دي ماشي، ما لكن مش كده. مين اضرب حالي؟ اللي انا جايبه يرقيني ولا انا؟ فانا لما ارقي نفسي انا عارف انا برقي نفسي من ايه وعاوز ايه، صح؟ انما اللي جايبه ده ارقيني هيقرا الايات ويقرا المعوذتين واواخر سوره البقره وياسين وبعدين ويدعي وايدك اليمين وعلى راسك وتكون متوضي. لكن طب ما انا اعمل الكلام ده؟ طب ما انا صاحب الحاجه وانا اللي الح على ربنا، وانا صاحب الحاجه اللي هعبر زي ما انا عاوز وربنا يقبل. فهنا الاولى نفس الحكايه. انت بتقول لي ادعي لي، انا هدعي لك
بس انت ما بتدعيش لنفسك ليه؟ ومعنى تدعي لنفسك معناها ايه؟ انك تتغير، انت تشوف انت محتاج ايه وتدعي بيه ربنا، انك ترفع ايدك للسماء وتدعي ربنا، اقول له انا عايز كذا، مش انا ادعي لك ربنا يسترك. طيب ما انت ايوه بس انت مش عايز الستر، انت عايز الهدايه. انا اعرف منين؟ ما انت بتقول لي ادعي لي يا عم الشيخ، ادعي لك بايه؟ اللي يجي على بالك يا عم الشيخ. هيصه يعني، هي هيصه، هي بس انت بتجامل الشيخ والجيش بيجي والشيخ بيجاملك وهيصه وخلاص. لكن هي في حقيقه الامر انت بتقول له ادعي لي، ادعي لك بايه؟ انت عايزني ادعي لك بايه؟ طب ما تدعي لنفسك، انت بينك وبين ربنا حجاب. طب انت جيت صليت، طب ما تدعي لنفسك، ما ترفع ايدك للسماء وقول يا رب. احنا خلصنا رمضان، طب بعد رمضان الناس بيقولوا اهو بص، طب سامعين يا ستات بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا هن يعني بيقولوا ايه؟ احنا كنا قافلين التلفزيون في رمضان وما اتفرجناش ولا على اي مسلسل، نبتدي بقى بعد رمضان ايه؟ نجيبهم نكرهم من الاول. اي والله العظيم، شوف انتوا كلكم، اي والله العظيم، شفتوا ضحكتوا ازاي؟ معذورين، ما والله العظيم. على فكره احنا لا، احنا لازم نقول يا رب، احنا لازم نقول يا رب، رجاله وستات لازم نقول يا رب، لانه انت بتربي ابنك على الكتاب والسنه سنه، في ساعه واحده يطلع في الشارع ينسى اللي انت علمته له في سنه، والله العظيم في ساعه واحده ينسى اللي علمته له. ليه؟ البنت شايفه زميلتها. انا راكب التاكسي وعرفت اساميهم، وعرفت انهم عندهم فرح، وكل واحده فيهم هتلبس ايه، ورايحين يعملوا الكوافير عند مين، وهيدفعوا كام عند الكوافير، وانت هتدفع كام، كل ده في قعده التاكسي، ومش عايزين التاكسي يغتصبهم. شوف الناس الكلام يزعل بقى كده. يا عم الشيخ ما انت كنت كويس طول رمضان. ما انا محروم، والله العظيم محروم. هو ينفع الكلام ده؟ احنا متربينا غلط، احنا متربيين غلط، احنا مفاهيمنا غلط، احنا الدين بتاعنا ما احناش فاهمينه صح. هي فرق نقعد نقول كلمتين وخلاص هو ده الدين وهي دي الصلاه؟ انا ما حدش يزعل مني، سامحوني، بس انا ايه، كنت مأجل الكلمتين دول اللي مزعليني قوي لاخر اللقاء. قلت يعني يمكن الناس مش هتشوفني بقى تنسى الموضوع، ولكن لعل الله عز وجل انه يطلع على احوالنا ويعرف نيتنا ويعرف ضعفنا ويعرف ان احنا محتاجين له فيكون معانا. اللهم انا نسالك وندعوك ان تسترنا ولا تفضحنا، ان تكرمنا ولا تهنا، وان تبارك لنا في بيوتنا وفي نسائنا وفي زوجاتنا وفي بناتنا وفي شبابنا وفي اسرنا جميعا، وترحم امواتنا واموات المسلمين جميعا، ولا تجعل هذا اخر عهدنا برمضان وصيام رمضان وليله القدر. قوموا الى صلاتكم.